وعيد بس احنا فطر سعيد. معلش احنا كنا عايزين نحط بس الاهلي دي بس عشان ده الرجاء يا جدعان. الرجاء، ما احنا حاطينه عشان ممكن نعمل كده نروح يعني ممكن نروح عاملين كده. انا خايف على الاهلي، ممكن اعمل فيه كده. لا ان شاء الله يفرحنا بكره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عيد سعيد عليكم. وفي العيد اتجمعنا تاني انا وحمراوي وقلنا نعمل لكم حلقة. اخيرا اخيرا رمضان عدى العيد فرح. وجايين النهارده نعيد عليكم، كل سنة وانتم طيبين، ومعكم والي وحمراوي وهاتها الشبكه. كل سنه وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم جميعا ان شاء الله، ودايما متجمعين يا رب ان شاء ودايما الله. معانا، وتظبطونا باللايكات والشير والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس، ما تنسوش كده كده كده. واحنا النهارده طبعا جايين نتكلم على الماتش المهم قوي بتاع بكره، الاهلي والرجاء في دوري ابطال افريقيا، وماتش مهم جدا على استاد القاهره وسط 52,000 52 مشجع، ودي برضو حاجه جميلة، يعني جميله وكويسه حاجة جدا، جميلة، ان الواحد هيبقى فيه مبسوط اجواء زي مع ماتش الهلال، فان شاء واحسن الله تبقى لان الماتش بدايه. اقوى. لا هو كده الماتش اقوى بكتير. مم. الرجاء اصلا من المرشحين للبطوله، فريق عامل في دور المجموعات كان عامل ماتشات حلوه جدا. بس معلش يا احمد، يعني برضو مش عايزين نضخم قوي في الرجاء، لان يعتبر ان الاهلي اول يعني اول اختبار حقيقي ليه هو الاهلي. مجموعته كانت ضعيفه جدا، ايوه، الرجاء لا والوداد مش مجموعتهم معترض، كانوا بس هو ضعيفه جدا الرجاء يعني. الرجاء بقاله فتره كتاريخ هو فعلا. ملتزم، والميزه ان حصل ان حصل له صوت في كام ماتش في الدوري قبل ماتش الاهلي. يمكن بقى ان هم بيستعدوا مثلا الاهلي فمش مركزين، غير ان في لعيب من عندهم اتصاب، لعيب مهم. والله آه، حوار اللعيب الصبر، الرجاء برضو فرقه كبيره وما بيتوقفش على لعيب، فيعني الماتش هو ديربي افريقي، اه ديربي شمال افريقيا عموما. اكيد. زائد ان في حاجه مهمه جدا، ان الرجاء تقريبا هو الوحيد، الفريق الوحيد في افريقيا اللي حصل على المركز الثاني تقريبا في مم. كاس العالم. كاس العالم، كاس العالم للانديه. ودي حاجه يعني تتحسب له. اعتقد ان احنا في اختبار حقيقي، واللي هيعدي من الاختبار ده بنسبه ايا كان اه الفريقين، بنسبه يعني قول له 70 80% هو اللي اه لا هيبقى بطل دوري ابطال افريقيا. بس اتفرجنا على ماتش الارسنال وساوثهامبتون. والله يا ريت ما اتفرجنا على الماتش كله. احنا ما اتفرجناش على الماتش والله. يعني دي 20 نقطة، دقيقة 20 احنا شفنا دقيقة. النتيجة 3-1، قلنا لا احنا لازم نخش نشوف. احنا كنا داخلين نتفرج على ماتش الترجي اه وشبيبة القبائل، عشان دي الفرق اللي هتطلع تلعب الاهلي. فقلنا لا نتفرج على ماتش الارسنال. 20 دقيقة يا جماعة، الواحد استكفى من الكورة. يعني احنا يعني 20 دقيقة بمقام دوري مصري كامل. اه والله مش العظيم. ماتش دوري اه كامل. والله 20 يعني الواحد دقيقة. اصلا مش عارف يتكلم في نقول ايه النهارده بعد اللي شفناه في العشر دقايق دول ولا ال 20 دقيقة دول. والله يعني كان الارسنال متاخر 3-1، وكان داخل فيه جون في اول دقيقه، وبعد كده وولكت جاب جون والماتش اتسرسب منه خلاص. والدقيقه لغاية مثلا الدقيقة 88 3-1. 88 جابوا جون في الدقيقة 3. 88. الارسنال جاب جون في الدقيقه 88 وجاب الثالث، وكان ممكن يكسب. بس يعني سيبك من اللي كسب، احنا مش جايين نتكلم على ماتش الارسنال بس. فعلا متعه عيد كروي جميل ان شاء الله. الاهلي بكره كالعاده بيعيد علينا في عيد نتمنى الفطر كده. وعيد الاضحى وعيد العمال. في اي عيد الاهلي دايما بيعيد علينا، ما بيأثرش معانا. ده حقيقي. مستنيين عيدية الاهلي بكره، زي ما الارسنال النهارده اتعيد عليه. بس احنا اتعيد علينا بمتعة الكورة اللي احنا شفناها في ده 20 حقيقي. دقيقة والله. انت شايف الاهلي مثلا نسبته كام في المية، والله وايه بص، افضل نتيجة انا يخرج منها؟ انا الفتره اللي فاتت كنت مش عايز اتكلم كتير، اولا طبعا عشان بمناسبه رمضان، وثانيا عشان الاهلي بصراحه ما كانش عاجبني خالص. الاهلي كان، انا كنت متوقع ان هو اصلا يعني من الاداء اللي هو كان شغال بيه كنت متوقع ان هو يخرج من دور المجموعات زي الزمالك. كنت عايز بقى ابدا اتكلم وانا كنت عايز كده، يعني انا كنت في عايز ناس كده. كتير على فكرة انا عايزة كنت ان عايز الاهلي. الاتنين يطلعوا اه لسبب، اولا الاجهاد اللي بيبقى في اللعيبه عشان ما بيعرفوش يكملوا الموسم اللي بعديه، فبيأثر على الموسم اللي جاي، مش الموسم اللي احنا فيه دلوقتي. ثانيا عشان نغير بقى المنظومة الدنيا، يعني خلاص، يعني عندك الأهلي والزمالك اللي هم كبار أفريقيا دلوقتي، ما فيش حد بقى بيخاف منه. يعني بص، اختلف معاك في حاجة في حتة الزمالك.
الزمالك وضعه مختلف، لكن الاهلي لا، الاهلي هيفضل كبير افريقيا. لا، ما انا حتى بتكلم ان حتى هم كبار افريقيا، ما ايوه قلتش ان هم مش كبار ايوه افريقيا. ايوه، بس حتى بمستوى الاهلي ده، هو برضو هو كبير افريقيا. لا، انت برضو الاهلي عنده انت خبرة عمرك البطولات. شفت جمهور اهلي مستني ماتش من حد؟ يعني احنا عشان نتأهل مستنيين ماتش ان الممرضي والهلال، ان سان داونز يا اما يتعادل يا اما يكسب، وفي اخر دقيقة في الماتش يجي لهم ضربة جزاء ويصدوها كده. يعني ضربة الجزاء دي لو جت كان خلاص كنا ماشي، هنطلع. انا متفق فانا بتكلم معاك. في نقطة ان اصلا ان حتى اللي عمله الهلال الفترة اللي فاتت من اللي هو الشغل الإعلامي اللي عملوه الميديا والحاجات اللي عملوها دي، ده أصلا يعني مش من بص هو يعني الوضع مش كده يعني، من الهوا. لا، ده عملوه عشان هم شايفين ان مستوى الاهلي مش فهم طمعانين ان هم يطلعوا، يعني طمعانين ان هم يتأهلوا على حساب الاهلي. بص انا هقول ده حاجة. ما كانش موجود قبل كده، ما كانتش بتحصل قبل كده. بص انا هقول لك حاجة بحوار الهلال السوداني ده، وخصوصا ماتشهم اللي هناك وماتشهم اللي هنا والشحن، واضح جدا يعني ان السودان فيها مشكلة، يعني عندها مشكلة بعيدا عن الكورة معانا. لا، في يعني مشاكل سياسية ما حدش معترض، بس في فبس نفس الوقت يعني وهم عمرها ما اضعف كانت بتحصل كده. يعني كفرقة كرة. خلينا بس ما نخشش في حتة السياسة، بس احنا بنتكلم في الكورة. هم ما كانش محتاجين الضجة، ما هي هم دي اللي النقطة بقى اللي كانوا أنا بتكلم عاملين فيها. لنفسهم ضجة. أيوه، هم عاملين ضجة ليه بقى؟ لأن هم كانوا شايفين إن الأهلي مستواه مش قد كده، وكانوا شايفين إن هم ممكن يطلعوا على حساب الأهلي. ما هي دي الفكرة، لأن إحنا بس عمرنا ما دي وصلنا ظروف، للمرحلة دي. ايوه دي ظروف، وكان يعني الاهلي حتى عنده الأهلي مشاكل وكان عمره، عندك حتى اصابات جمهور الأهلي عمره ما كان ايوه. بيستنى ماتش لحد إن هو يخليه عشان يتأهل. دي بس عمرها ما كانت بتحصل. بس دي كانت ظروف، وكان عندك اصابات، وكان كهربا مش معاك في وقت كبير. كهربا ما نقدرش ننكر ان كهربا يعني عامل فرق طبعا فرق مع كبير. النادي الاهلي بنسبه كبيره، ويا ريته يفضل كده متعلق وده بالغرامه. من ضمن الأسباب. يعني أنا كهربا، أنا يعني سبب توهجه وتألقه ده عشان هو عليه غرامة ومستني يعدي منها. يعني لو ما كانش عليه غرامة ما كانش يحصل كل الكلام، ما كانش يعني أعتقد يعني ما كانش هيوصل لدرجة للليفل التألق ده، اللي هو فيه ده. هو في غرامه وفي توفيق. اه، وعايزين برضو ما ننساش حاجه، يعني برضو زي ما بننتقد الناس، برضو هنقول كلمه حق في الناس. برضو محمد شريف بدأ يرجع اه، بدأ تاني يرجع لمستواه ويركز في شوية. الملعب. في آخر 8 ماتشات ولا 6 ماتشات جايب 5 تجوان، فبرضه دي حاجة كويسة. وده وخلي بالك اللي هو لغاية دلوقتي هو الأكتر واحد جايب أهداف أصلا من ساعة ما كولر مسك تدريب الفريق. يعني بالظبط. هو دول هداف الفريق من ساعة ما كولر مسك أصلا، بس ده مش مع إنه ما بيلعبش كتير. ماشي، ما انا فاهم، بس ده مش هيخلينا ننسى اللي لا حصل لا، ده في كده كده. الماتش فلامينجو. انت شايف ان الرجاء ممكن يعمل مفاجأة مع الاهلي؟ اعتقد صعب. يعني صعب هنا. يعني انا يعني ممكن يعمل مفاجأة لما نروح هناك، لان جمهور الرجاء برضو مش قليل، والاهلي برضو بقاله كتير قوي ما بيلعبش بالجمهور. يعني انا شايف حتى ماتش الاهلي والهلال لما لعبنا بالجمهور، فريق الاهلي نفسه او اللعيبه نفسها كانت مخضوضه. يعني اللعيبه بقالها كتير جدا ما لعبتش بعدد جماهير بالعدد ده. فالوضع بالنسبه لهم كان مش قد كده. ايوه بس فانا برضو مقلق من الحته دي لما نروح انت ايه هناك. النتيجة اللي تريحك؟ هنا اه، ما اعتقدش ان احنا لازم مش اقل من 2-0. يعني 1-0 مش يعني انت ما متفق معايا مثلا تريحنيش. ان الدنيا المفروض ما احنا المفروض ما يخشش فينا جول؟ لا، هو ده كده، ده اول ده حاجه مفروغ منه. هو لازم يعني. يبقى 2-0 يعني. لأسوأ الظروف 1-0 لأسوأ الظروف، لكن النتيجة المريحة ان انت تبقى مطمن وانت رايح هناك ثلاثة، 2-0 3-0. يعني اتنين فيما بس فوق. برضو يعني الاهلي بقاله كام ماتش بصراحة اداؤه كويس في الملعب. طبعا مش الاداء اللي احنا مستنيينه، بس يعني بالنسبه للوقت بتاع دور المجموعات كان سيء سيء. يعني بدأ بقاله كام ماتش من ساعه الماتش الهلال اداؤه مختلف. اللعيبه بتلعب باداء مختلف، تحس ان بقت في تعليمات اللعيبه ماشيه عليها، بيسمعوا كلام كولر اللي بيتقال بالظبط بينفذوه بالحرف في الملعب. في جمل في فده الملعب. بالظبط ده واضح. مش مم. زي ما كان في دور المجموعات، ما كانش فيه اصلا ولا جمل، ولا كان فيه افكار، ولا كان فيه اي حاجه. كانوا بيلعبوا لعب عشوائي. ما عشان فاهم كان في قصدي؟ بقى في لعيبه مش عايزه تلعب، في لعيبه عايزه تحترف، واحنا كلنا عارفين الكلام ده. بالظبط. يعني وكانوا يعني بيتنططوا على الاهلي بمعنى اصح، ومحدش يعرف يتنطط على الاهلي. وديهم قاعدين على الدكه دلوقتي، لا بيلعبوا ولا عارفين يلعبوا اصلا. المستوى ده هو اللي بدأ يطمن شويه ان الاهلي لا ممكن يعمل ماتش كويس مع مساعده الجمهور، لان برضو جمهور الاهلي بيعرف يخلي اللعيبه تبقى بدل ما هم 11 بيبقوا 12 و13 كمان. فبيخلوا فعلا ان الاداء بيبقى مختلف تماما. انا بالنسبه لي شايف ان النتيجه المثاليه لماتش بكره هي 3-0.
طبعا ده اكيد وتقدر فاهمين. والاهلي يقدر يعملها على فكره الماتش يعني الرجاء هو انا يقدر يعملها، بس انا ما اتوقعش النتيجه دي بصراحه. انا ال... متوقع الاهلي لو كسب هيكسب يا 1-0 يا 2-0، اعتقد كده يعني. والله بص انا شايف ان الاهلي ممكن يعملها مع جماهيره وهيقدر يعملها. الرجاء فرقه محترمه وكل حاجه، بس يعني انا بص اهم حاجه بالنسبه لي ان ما يدخلش فيا جون هنا مهما كانت النتيجه. وخلي بالك برضو انا من فكره ان احنا عايزين انا خايف من فكر اللعيبه، لان انت عندك بعد ماتش الرجاء هتلعب السوبر. السوبر مع الزمالك، واللعيبه لا بس ماتش الزمالك ده سهل. وخلي بالك مش فكره ماتش الزمالك على قد فكره اللي بيحصل من ورا الكواليس الكواليس بقى عشان عزل ماتش الزمالك. عزل رئيس مجلس وكهربا إدارة يتوقف 12 وكهرباء ماتش يتوقف 12 ماتش والاهلي يقول لك والغرامه هنسحب والاهلي عليه من. مش عارف مين. فكل ده بالظبط. يعني دوشه، بس الاهلي دايما معود ان اللعيبه ملهاش دعوه بالقصه دي، يعني انا مش قلقان من عارف الحته دي. المشكله في الاهلي، ما هو الفتره دي ليه من ضمن اسباب ان الاهلي متغير بسبب ايه؟ اللعيبه زمان كان فعلا ما فيش اصلا الكلام ده، ما كانش بيوصل لهم. المشكله في دلوقتي ان الكلام ده حتى عشان الاداره نفسها السوشيال بتبقى ميديا بعداهم، بس والكلام ده. بيبقوا عارفين كل حاجه، فبرضه بيأثر شويه على الاداء. هو ده اللي انا مقلقني شويه. بس انا يعني زي ما انت الاهلي قلت في اول الحلقه ان الاهلي ايام المناسبات في العيد الحاجات دي هيعايد عمره علينا ان شاء عمره ما الله. بيخذلنا مش زي وبيفرحنا الناس، دايما. في ناس كده آه، دايما في العيد بينكدوا فده على اللي بقول لك انا جماهيرهم. مخليهم الطم. بس اللي انا مش يعني ما اعتقدش ان احنا اكتر من 2-0 يعني. يا ريت، انا اتمنى طبعا. ما ياخدش فيه جون. اه الفكرة كلها ان شاء الله الجماهير تأزر بكرة ان شاء الله. الاهلي الماتش بكرة الساعة 9 ان شاء الله. اعتقد ان احنا يعني الاهلي لو خلص الموقعة دي من هنا فهيرتاح كتير جدا جدا، لان احنا قاعدين دلوقتي بنتفرج على ماتش شبيبة القبائل والترجي، واعتقد ان اللي هيكسب من الفرقتين دول اه المفروض ان هم يعني هيقابلنا. مم. فانا شايف ان الفرقتين ضعاف ما يعني. لو الرجاء اقوى، انا شايف ان ماتش الرجاء الرجاء اقوى اقوى، من الماتشين الرجاء دول. اقوى، الرجاء والوداد تقريبا وصن داونز اكتر فرق في افريقيا لا صن حاليا. داونز مش هنوصل يعني، لو قابلناها هنقابلها في النهائي ان شاء الله. ان شاء الله هنقابلها ولو في قابلناها النهائي في النهائي ان شاء الله هنكسبها يعني. هنكسبها، يعني فاهم. هو زي ما قلنا في ماتش الهلال ان الاهلي عدى دور المجموعات خلاص مم. بيبقى بي خلاص هو مرشح للبطوله هو خلاص. يعني تقريبا بنسبة 90% كل الفرق بتبقى عارفة ان الاهلي هيوصل النهائي هيوصل النهائي. وهياخد البطوله. فان شاء الله لا بكره الاهلي يعمل ماتش حلو ويفرح جماهيره كالعاده ويعايد علينا ان شاء ويدينا الله. العيديه ويقول لنا كل سنه وانتم طيبين وعيد بس احنا فطر سعيد. معلش احنا كنا عايزين نحط بس الاهلي دي بس عشان ده الرجاء يا جدعان. الرجاء، ما احنا حاطينه عشان ممكن نعمل كده نروح يعني ممكن نروح عاملين كده. انا خايف على الاهلي ممكن اعمل فيه كده لا ان شاء الله يفرحنا بكره. متوقع التشكيل اللي هيبقى عامل ازاي بكره؟ انا شايف التشكيل بكره طبعا الشناوي بس يهدى شويه عشان الحركه اللي عملها في الماتش الاخير دي انا ملهاش اي سبب. وكان لازم الغرامه دي تنزل عليه، كان طبعا كان لازم. طبعا المنعم لان هو مفيش احسن منه. ممكن ياسر ابراهيم لان رامي ربيعه مع انه بدأ يتألق. محمود متولي موجود على فكره. يعني انا شايف ياسر ابراهيم ممكن يبدأ، طبعا هاني مروان عطية وحمدي فتحي وممكن قدامهم السولية السولية. هيبدا اكيد الثلاثي دول ناجحين جدا مع مم. بعض بصراحة. نشوف حوار كهرباء بس احتمال انت عندك كهرباء قدام اعتقد يعني، وبيرسي. الفكره بقى في الحته الشمال اللي هو انا اتوقع، انا مختلف معاك بس في الدفاع ان هيخلي محمود متولي اللي يبدا مش ياسر ابراهيم. ونفس التشكيل زيك بالظبط انا متوقعه، بس هو قدام هيبقى بيرسي تاو وكهرباء. الشمال هو اللي لسه ما اللي ممكن هيبقى يا اما طاهر يا اما محمد شريف. فاهم. انا متوقع يا اما كانت كرة خطيرة دي. و90% هيبقى شريف، لان هو اخر ماتشين كان عامل شغل كويس، فاعتقد هيبقى بشريف. اعتقد مم. ده توقعي يعني هيبقى شريف وبيرسي تاو وكهرباء. كانت كرة خطيرة دي، مم. خطيرة جدا. انا المهم بالنسبة لنا مم. ان احنا نخلص الموقعة دي بدري بدري بدل دي اهم حاجه. ما، لان احنا في المغرب ماتش الوداد النهائي السنة اللي فاتت يعني مزعلنا جامد، وواضح ان المعركة او الماتش في المغرب مش سهل. اه ما ده ف... اللي انا بتكلم عشان كده. مم. فلازم اللعيبة والجهاز الفني يفهموا لعبتهم ان ده فاينل، يعني هو ده لازم فاينل نكسب. لازم نكسب ونكسب بنتيجة كويسة كمان. بالظبط. يعني اللي فاهم اللي فاهمهم ساعة ماتش الهلال السوداني ده فاينل
يفهمهم ان ده فاينل. بس فلو كملت معانا بقى الحلقة دي للآخر، لايك وشير وسبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد. وكل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم إن شاء وعيد سعيد الله. عليكم. وعايز تقول حاجة؟ العيد فرح. السلام عليكم.